هاي، انا ساره. اول ما تشوفوني انا بعمل فيديوز ازاي نطور من نفسنا وازاي نوصل احسن نسخه مننا. فيديو النهارده هو ايه العادات اللي المفروض احطها في حياتي هتضيف لي حاجه جديده او هتغيرها. اول حاجه احنا محتاجين نعرف ازاي هنصنع العاده. ده فيديو لوحده لان الموضوع طويل. طيب ايه العادات اللي المفروض بقى احطها في حياتي عشان خاطر تحسنها؟ اول حاجه هو ان انا كل يوم لازم اقرا صفحه واحده من كتاب. الكتاب ده في مجال ايه؟ حتى الافضل ان يبقى في مجال مختلف عن اللي انت عارفاه. يعني تقراي في حاجه انت مش عارفاها عشان يبقى عندك معلومات كفايه. فكل يوم لازم تقراي كتاب، صفحه منه صفحتين. دي صعبه بس حاولي. واول ما تثبتي العاده دي يبقى انا مش عارفه تستغني خالص خالص عن قراءه الكتب. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، لازم تصحي قبل ميعادك. شغلك قبل ميعاد مدرستك قبل ميعاد الجامعه بتاعتك قبل ميعاد انك مثلا لو واحده بتتفرج دلوقتي متجوزه وعندها اطفال، يعني ربنا يعينك طبعا. بس تصحى قبل ميعاد الحياه كلها ما بتبدا بساعه. ليه؟ عشان انا هقعد مع نفسي اعمل كوبايه حاجه كده واقعد اراجع الحاجات اللي هعملها النهارده، او مثلا ايه الحاجات اللي انا واصله في حياتي لغايه دلوقتي، وايه الحاجات اللي انا سايباها بقالها كتير قوي قوي كده اللي بقول هعملها ومش حاطه لها وقت محدد. لازم يعني انا قلت مثلا انا هصور الفيديو ده، ما اقولش بقى ان انا هصور الفيديو ده وخلاص واسكت. لا، انا هصور الفيديو ده مثلا قبل يوم السبت، فانا لازم ابقى مخلصه الفيديو ده قبل يوم السبت. فاهمين؟ فلازم نحط حاجه ميعاد معين نهائي للشيء اللي انا هعمله ده عشان خاطر انهيه فعلا. وده هتفرق معاكم لما تعملوا الحاجه دي. طيب تالت حاجه وهي ان كل يوم تكتبي ايه الاولويات اللي هتصحي تعمليها في يومك. هتصحي تعمليها، مش لما تصحي تفكري اللي هعمل ايه النهارده، لان ده هياخد منك كتير وهتزهقي ومش هتكتبي اي حاجه. لكن قبل ما انام كده على التليفون على اي حاجه جنبك هكتب بكره هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. 4 اولويات او 3 اولويات مش هينفع تنامي بكره غير لما تعمليهم، واي حاجه تيجي بعدين مش مهم، بس ده مهم قوي بجد. طيب خامس حاجه هي ممكن نسمع بودكاست لاي حاجه. بجد في كتير قوي على اليوتيوب، في برامج تاني ممكن نقعد نسمع لها كده واحنا بنروق واحنا في الشغل واحنا في مواصلات واحنا في اي حته. مهم، لان زي ما بتسمعي اغاني وزي ما بتضيعي وقتك كتير على حاجات ملهاش لازمه، ضيعي بقى وقتك في حاجات ليها لازمه. هو ان انا ممكن معلش نسمع بودكاست، نسمع بودكاست انجليش مثلا لو احنا محتاجين نقوي لغه انجليش. نسمع اي حاجه احنا عايزين نسمعها، بس اي حاجه غير الاغاني شويه. وده انا بفضل اللي هو اسمعي البودكاست ومكافأة ليكي ممكن بعدين تسمعي اغاني، لكن خلي كل يوم كده في حاجه بنسمعها تطور مننا او تديني معلومه انا مش عارفاها. فدي حاجه مهمه قوي بجد، اهتموا بيها عشان دي اكتر حاجه هتحسوا فيها بالتغيير، هي ان احنا نقرا كتب. طيب سادس حاجه محتاجين نعملها ان هي ممكن تعملي كل يوم تصحي من النوم انا هعمل النهارده حاجه ايجابيه. ممكن اساعد حد عايز يعدي الطريق، ممكن اضحك في وش الناس اللي حواليا، دي لوحدها بجد حاجه ايجابيه. ممكن اقول كلمه لحد معايا في التمرين تفرحه او تبسطه. ممكن اكبر جبر خواطر الناس اللي حواليا، بجد هتفرق قوي بجد على يعني تجربه يعني. تمام. 7 نصيحه تقريبا 7 نصيحه. طيب كل اسبوع تقعدي معاكي يوم انت حاطاه، اليوم ده ويك اند بتاعك، اليوم ده انت بترتاحي فيه لما تعملي يعني يوم فاضي ما فيهوش حاجات كتير. تجيبي بقى بتاعه النوت بوك بتاعتك والقلم بتاعك واقعدي عيشي بقى ايه الحاجه اللي انت عايزه تطوريها او حاجه اللي عايزه تدوري عليها او حاجه تتعلميها في حياتك في بيتك في شغلك في دراستك. وتقعدي ساعتين 3 كده قاعده محترمه، تقعدي بقى براحتك بقى تتعلمي الحاجه دي وفي وقتها. مش بنكتب ونقوم، لا احنا هنتعلم بقى دلوقتي دايركت كده. فلما احط نفسي في الامر هعمله، لكن لما اقول هعمل الحاجه دي وبسيبها ما بنرجع لهاش. ودي حاجه يعني اظن انت ممكن تكوني عارفاها من غير ما انا اتكلم عليها. طيب 7 نصيحه او 8 نصيحه، انتوا بتعدوا كفايه، انتوا بتعدوا ماشي. ايه هي بقى الحاجه؟ هو انك لازم تنزلي تمرين. معلش لازم تنزلي تمرين. يعني ايه انزل تمرين؟ يعني انزل اتمشى، يعني انزل اروح جيم، يعني انزل اروح سباحه، يعني انزل اروح اي حاجه ممكن اعملها، بس اهم حاجه انزل التمرين. بجد هيفرق 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 معاك كتير قوي. لان زي ما احنا بنعيش وبناكل وبنشرب، جسمنا هو كمان محتاج يعيش. هيعيش ازاي؟ هيعيش لما اتمشى، لما اروح تمرين، لما هشغل نفسي بحاجه بدويه بعملها بتاخد مني مجهود، فلما اروح احس اني مرتاحه ان انا فعلا اتمرنت او ان انا لعبت النهارده او ان انا اتمشيت النهارده ربع ساعه الصبح بالليل. يعني شفتي هتعملي ايه، المهم انك تتمرني. طيب 8 نصيحة وهي الأخيرة، هو إنك لازم تاخدي راحة في الأسبوع في الشهر في السنة. لازم تاخدي راحة، لازم تاخدي راحة بجد بأمانة، لازم تاخدي راحة.
زي ما انت كشخص دلوقتي بتتفرج عليا بتشتغل على طول، مش عايز تدي نفسك اجازه، مش عايز تفصل، مش عايز، طب ما فيش، هيبقى فيش طاقه. فمن ضمن العادات ان انا احط كده من ضمن الاسبوع اللي هعمله النهارده هو ان انا هدي نفسي راحه. يوم الجمعه هخرج، هقعد في البيت، هعمل حاجه، المهم ان انا هدي نفسي راحه كامل. واليوم ده لما بعملش فيه الحاجات اللي المفروض اعملها عليا كل يوم مش بلوم نفسي، مش بحط نفسي تحت الذنب ان انا النهارده ما خلصتش حاجات المفروض اخلصها. والحاجات اللي بتخلصيها في اليوم الويك اند بتاعك هو انك انت اللي ترتاحي. ليه؟ عشان تشحن طاقتك للاسبوع الجديد. مش هتعمل كده هتفضل زي ما انت حاسس ان انت على طول فقدت الطاقه، وحاسس على طول منهك ومش قادر وتعبان، مش حد على طول بتزعق في الناس اللي حواليك. فانت بقى اختار انت عايز تعيش ازاي، او عايش تخلي حياتك عامله ازاي. فتشوفوا الفيديو جديد واحنا ازاي بقى بنقول ازاي اصنع العادات دي في حياتي. والعادات دي اضمن لكم ان لو عملتوها بجد هتغير جزء كبير من حياتكم. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.